بقالي فترة كبيرة حاسس إن أنا بجري في مكاني، وأكيد كلنا في حياتنا بنعدي بحاجة زي كده، بتحس إن أنت بتجري في نفس النقطة اللي أنت بتبقى موجود فيها. يعني مثلا لو بتتعلم حاجة أو بتشتغل حاجة أو بتعمل أي حاجة في حياتك. خلينا ندي مثلا مثال إن لو بتتعلم حاجة زي الإنجليش، فأنت بتتفرج على أفلام إنجليش بناء على معلومة من حد من صحابك أو حد من على السوشيال ميديا قال لك إن أنت لو اتفرجت على أفلام إنجليش الإنجليش بتاعك هيتحسن. وانت بتبتدي تعمل كده فعلا، ولكن بالطريقه الغلط لان انت معكش المعلومه الكامله. فلما تيجي تذاكر انجليش فانت بتقول مثلا ان بما ان صاحبي او الشخص ده اللي نصحني ان انا اتعلم انجليش من خلال الافلام، فاذا لما اتفرج على افلام الانجليش بتاعي يبقى افضل. بما انك ما خدتش المعلومه كامله فبتيجي تتفرج بسبتايتل عربي، ولما تتفرج بسبتايتل عربي بتلاقي ان في حاجه غلط بتحصل. انا بقالي شهر، شهرين، 3 شهور، 4 شهور بحس ان مش بتقدم، مع اني بعمل نفس المجهود تقريبا. ممكن اكون بحاول اسمع، ممكن اكون بحاول اركز مع الكلام مع المشاهد وهكذا. ولكن حتى لو كان في تقدم فهو بيكون تقدم بطريقة صغيرة قوي، او حتى بتتقدم بشكل صغير. فالغلط هنا كله بيبقى في ان انت ما كنتش بتسمع بسبتايتل انجلش، او حتى من غير سبتايتل. فتقريبا كلنا بقى بنعدي بنفس الحاجات دي. ده مثل صغير على حاجات كتيرة. انا بقالي فترة فعلا حاسس ان انا بذاكر مجال معين، وحاسس ان انا ما فيش، يعني حاسس ان انا واقف في مكاني فعلا بالمعنى الحرفي. متخيل الشخص اللي بيبقى واقف كده اهو، واقف بيجري، بس هو بيجري في مكانه، هو بيبذل المجهود، واذا كان مجهود ذهني او مجهود بدني او اي مجهود بقى عامة، هو بيبذل المجهود وزيه تقريبا زي اللي بيعمل المجهود العادي، لانه تقريبا نفس المجهود اللي بيتبذل ممكن يكون في فروقات بسيطة ونفس الوقت ونفس الجهد، ولكن مع الطريقة الغلط. فيعني الموضوع ده بالنسبة لي صعب جدا بصراحة. وشايف ان ممكن نكون في حياتنا كتير كتير قوي في حياتنا بنختار غلط، وعلشان بنختار غلط بنلاقي ان احنا بنبذل مجهود غلط، وممكن يكون عندنا معلومات ناقصة فبنبذل برضو مجهود في الطريق الغلط. فأنا بالنسبة لي ومن موقعي هذا بقول لنفسي وبقول لك إن المجهود الغلط ممكن تقعد فيه سنين وتبقى فاكر ان انت ماشي صح، ولكن في الاخر تكتشف ان انت مشيت غلط جدا. وعلشان كده اهمية التخطيط واهمية التفكير للمستقبل، ولكن مش المستقبل البعيد. يعني في نقطة كده بحسها فيصلية جدا، كنت بقع فيها كتير قوي. بقع فيها من ناحية ايه؟ ان انا بفكر في نفسي بعد 20 سنة أنا هبقى شغال إيه؟ يعني تعال أقول لك مثلا حاجة واقعية من حياتي كنت بفكر فيها في وقت من الأوقات. أنا كنت محتار ما بين مجالين. مجال اول اللي هو الديجيتال ماركتنج، تمام، والمجال التاني السايبر سيكيورتي. الاتنين ملهمش اي علاقه ببعض تماما خالص، مفيش اي علاقه بالمجالين، تمام. فانا كنت بفكر بطريقه تانية. انا بحب الديجيتال ماركتنج عامه، انا بحب الماركتنج، التسويق وفهم دماغ العميل وازاي توصل وتسكيل وهكذا، وكل الكلام الجميل ده انا بحب الحاجات دي وبحب ادرسها وبحب اسمعها وهكذا. ولكن على الجانب الاخر في الذكاء الاصطناعي بقى موجود حاليا، والذكاء الاصطناعي ممكن يمحيني، ما بقاش موجود. واكتر المجالات اللي هتتأثر بالذكاء الاصطناعي هي اي حاجة ممكن الذكاء الاصطناعي يتدخل فيها. يعني اي حاجة ممكن فعلا الذكاء الاصطناعي يعملها بدالك. حاجة زي السايبر سكيورتي صعبة جدا. صعب ان الذكاء الاصطناعي والاي اي تولز والحاجات دي ان هي تخش فيها، لان هي محتاجة عنصر بشري مهم جدا. ولكن على الجانب الآخر لما نيجي نفكر في الديجيتال ماركتينج هنلاقي إن الموضوع لا، كميديا باينج، كبلان، كاستراتيجي، كالحاجات دي كلها الديجيتال ماركتينج ممكن يعملها في يوم من الأيام. وممكن كمان عايز أقول لك إن في حاجات من دلوقتي أصلا في الاي سي او والحاجات دي بقت بتتعمل بالديجيتال ماركتينج، سوري، بالاي اي. فالموضوع كان بالنسبه لي مرعب. فقعدت تقريبا اكتر من 9 شهور بفكر هخش في ايه. وده علشان انا خايف يجي في وقت من الاوقات. انا 9 شهور فعلا بس كنت بذاكر، يعني كنت بذاكر، بس انا كنت بذاكر في مجال انا مش متاكد اذا كنت هكمل فيه ولا لا. يعني كنت بذاكر من غير حماس، كنت بذاكر من غير اللي هو ماشي،
تعال نذاكر الحته دي نشوف هنعمل ايه دلوقتي، تعال نذاكر الحته دي كمان نشوف هنعمل ايه دلوقتي. وكنت مشتت جدا، كنت شويه هنا وشويه هنا وشويه هنا وشويه هنا. كنت قاعد بجرب. يعني انا عايز اقول لك في نص تجربتي اصلا جيت كنت بعد ما كنت بذاكر ديجيتال ماركتنج رحت ذاكرت سايبر سيكيورتي، بعد كده رحت للداتا اناليسيس، بعد كده رجعت للديجيتال ماركتنج، بعد كده رجعت للسايبر، بعد كده رجعت للديجيتال ماركتنج تاني في الاخر. فان انا اقعد بقى افكر في المستقبل بعد 10 سنين ايه اللي هيحصل، طيب بعد 11 سنه، طب بعد 8 سنين، وبعد 7 سنين، مش عارف والكلام ده كله، الكلام ده بيبقى معطل داخلي فقط، وبيبقى حرفيا عقلك ما بيصدق يشوف حاجه زي كده، اللي هو لا، هتذاكر ايه؟ هتذاكر ايه انت لما تيجي تذاكر الشغلانه دي هتختفي، لما تيجي تعمل الحاجه دي الشغلانه دي، لما تيجي تشتغل الشغلانه دي. يعني تخيل انت مثلا دلوقتي شغال، بتفكر بقى هو انا بعد 10 سنين بعد ما اشتغل الشغلانه دي هيقعد مرتبي هيبقى عامل كام؟ يعني انا لو دلوقتي باخد 15000 جنيه، ال 15000 جنيه دول بعد 10 سنين هل الشغلانه دي او الوظيفه دي اللي انا بشتغلها دي بعد 10 سنين ممكن اترقى فاوصل لمرتب كويس؟ وتيجي تفكر بنفس الطريقه دي. ولكن اكتشفت ان الصح مش هو اللي كنت بعمله خالص. الصح هو حاجه تانية تماما، ان هي ما افكرش لبعيد، افكر في اللي تحت رجلي دلوقتي او اللي في ايدي دلوقتي، والخطوه الجايه، الخطوه الجايه على طول. بس ان انا افكر بعيد وابص لورا دي مشكله كبيره. في بعض الناس عندها مشكله كبيره قوي في ان هي ما بتعرفش تنسى اللي فات، ودايما تيجي تتكلم معاه مثلا يقول لك ده انا كنت قبل كده كذا، وكنت بعمل كذا، وكنت حلو في كذا ومش عارف ايه، ومسكت فلوس كذا. طب هي فين دلوقتي؟ مفيش. وده اللي مش مخليه يتحرك. يعني بما انه عمل انجاز معين قبل كده هو واقف عليه وعايش عليه. تعالى زينا احنا كمصريين، احنا لغايه دلوقتي بنشوف ان الحضاره ال 7000 سنه، وبنيجي كده احنا حضاره 7000 سنه. طب انت فين حاضرك وفين مستقبلك؟ مفيش. ما عندكش لا حاضر ولا مستقبل، بس انت مفتخر بالماضي بتاعك. طبعا في ناس من المصريين كده، يعني مش بعم عامة الشعب، ولكن في ناس بتتكلم بالطريقة دي. مفيش عندك ولا مستقبل ولا حاضر، انت بس بتبص على اللي وراك، ودي مشكلة كبيرة. تعالى بقى على الناحية التانية، بتبص على اللي قدام، بتبص على بعد 5 سنين وبعد 6 سنين وبعد 7 سنين، ودي مشكلة أكبر برضو. اللي هو أنا بما إني بفكر في المستقبل فهقعد هفكر أنا هعمل إيه، طب إيه أفضل شغلانة، طب إيه أفضل حاجة أذاكرها، طب إيه أفضل حاجة أعملها دلوقتي، إيه أفضل حاجة أتعلمها كمهارة بقى أو حتى كهواية. يعني مثلا لما جيت افكر في ان انا اتعلم هوايه كنت محتار ما بين البيانو، طب والجيتار، طب ومش عارف ايه والكلام ده كله، مع ان ده ملوش علاقه بالمستقبل اصلا. ولكن كتر التفكير في حاجه زي كده كان بيخليني مش قادر اعمل اي حاجه، وان انا اقعد افكر بس في الحاجه دي. فان انا افكر ورا وان انا افكر قدام دي مش افضل حاجه. وعلشان كده دايما وبقولها لنفسي دلوقتي ان انا مشتت ليه وحاسس ان انا بجري في مكاني ليه، علشان انا دماغي ساعات بتسرح لقدام او ساعات بترجع لورا. اهم حاجة ان انا افكر دلوقتي وافكر في الخطوة الجاية. مش مشكلة الشغلانة دي هتبقى عاملة ازاي، مش مشكلة المذاكرة دي هتنفعني ولا لا. بشكل 100% اكيد لازم تنفعني، ولكن بشكل 100% مش لازم افكر بنفس الطريقة دي. مش لازم لما اجي اخش مجال اقول ايه ده، هو انا هذاكر 6 شهور وبعد ال6 شهور دول هروح الاقي ان الاي اي بعد 10 سنين خلاص ما بقاش موجود بسبب الشغلانه دي، اللي هو الحاجه دي ما بقتش موجوده بسبب الشغلانه دي. والاي اي هيضر الناس اللي ما بتعرفش تستخدمه، مش هيضر الناس اللي بتعرف تستخدمه. بس فيعني خلاصة الموضوع كلها افكر في اللي في ايدي، واحاول انقي او اشوف مجال كويس ابدا فيه، ومش لازم افكر بعيد قوي، افكر في الخطوه الجايه واشوف ايه اللي هيحصل فيها. لان صدقني بعد الوقت وبعد المده اللي هتتعلم فيها وبعد الحاجه اللي بقى يعني بجد بعد ما تخلص مثلا مذاكره مجال معين، هتلاقي ان ايه ده، المجال ده كويس بالنسبه لي فتمام انا مكمل. المجال ده مش كويس بالنسبه لي خلاص بينحدر، اذا هنشوف مجال تاني. لكن ان انا اقعد بدل ما هقعد 6 شهور اذاكر مجال معين، لا انا هقعد كده 6 شهور ادور على مجال اذاكره او اشتغل فيه. ودي مشكله كبيره قوي، ان انا ال6 شهور دول كان ممكن اتعلم فيهم حاجه، فاقرر ساعتها بقى اذا كنت هعمل كده ولا لا. ولكن على الجانب الاخر لو ال6 شهور دول انا ما استغلتهمش فمش هكون عملت حاجه، وهقعد برضه في نفس اللوب. وبس كده. دي كانت حلقة النهاردة وفيديو النهاردة. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب بالقناة. سلام.